أمس ضحكتني فلانة وهي تحاول تسوي سيناريو وقصة على فلانة عشان تكسب تعاطف ضد فلانة. تقول إن فلانة كان قالت إنها عندها أخ، وهو طلع مو أخو فلانة، وكانوا يبون يطلعون فلانة معهم عشان يصورونها، وبعدين ما طلعت، فجلي هو أخو فلانة، هو بالأساس مو أخو فلانة، عشان ما جاه النوم جاء وأنب ضميره ودق الباب وقال لي أبو فلان إنه أنا ما مو أخو فلانة، وعشان عندي 5000 ما رجعت فجيت وصورت مع فلانة. خلونا نشوف فلانة وإيش سوت مع فلانة. عيد الأضحى يندق باب بيتنا، يدخل لعندنا فلان اللي على أساس كان أخوها، ويقول لأبويا الله يخليك تدخلني أعتذر منك، أنا لا قاعدة أتوفق بدراستي ولا قاعدة أتوفق بحياتي علشان الشيء اللي كنت ناوي أسويه في بنتكم أنا وفلانة. فلانة كانت ناوية تاخذني مكان، هذا المكان يعني ما راح اقول لانه في اطفال يتابعوا اكيد هذا الفيديو، وتصورني بهذاك المكان عشان تستخدمه ضدي. ابوي سأل انت ليش سويت معاها كذا وانا ليش لازم اسامحك؟ قال له والله انها كانت ماخذه فلانه مني 5000 وما هي راضيه ترجع لي اياها. وهذا كان ترند آخر يوم، فلانة راحت عند فلانة. السيناريو هذا ينفع في باب الحارة الجزء السادس. هم كم وصلوا جزء؟ في مال الله.